طيب الله أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. حاكم إقليم عنسبة يتفقد الأنشطة التنموية في مديرية حلحلة. إرساء مشروع مياه في دبري. دعوة لإيجاد حلول لمقاطعة التعليم بأسباب غير مجدية. اصطدام مقاتلة سخوي روسية بطائرة مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود. الرئيس السوري يصل إلى موسكو في زيارة رسمية. إعصار يؤدي بحياة أكثر من 200 قتيل على الأقل في بلدان بجنوب أفريقيا. من العناوين إلى التفاصيل. تفقد حاكم إقليم عنسبة سعادة السفير عبد الله موسى في 12 من مارس البرامج التنموية الجارية في مديرية حلحل داعيا لتعزيز مشاركة الشعب. وقد رافق سعادته في زيارته خبراء الزراعة والإعمار وغيرهم، حيث بدأها بتفقد صيانة طريق يربط بلدة حلحل بمنطقة قبي ألبو، وبحث مع المدراء والجهات المعنية لتسيير مهام تساعد لإيجاد حلول جذرية. وعند تفقده سد ملابسه وأن رويكت اللذان يتوقع منهم أن يقدم خدمات شرب المياه والتنمية المروية، فيما قدم له توضيحا مفصلا فيما يخص هذا الشأن. ودعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى لتسريع تلك الأعمال بالإضافة إلى الأعمال الجارية جنبا إلى جنب ذلك، والعمل الجاد لتعزيز مساهمة المواطنين. يقوم سكان دبري في مديرية لقو عنسبة برسام مشروع مياه جديد بالتعاون مع قسم الثروة المائية وأعضاء قوات الدفاع. وأوضح مدير ضاحية دبري عبد الهنس السيدي يوب تخلى مريم في اللقاء الذي جرى في 13 من مارس أن البرنامج جزء من الجهود المتواصلة لضمان مياه الشرب والسقي. وذكر توسع النشاط الزراعي لبناء 3 سدود مسبقا، ونتيجة لهذه التجربة اتخذ مبادرة حل مشكلة المياه. وأفاد مسؤول متابعة إدارات الضواحي والمشاريع في المديرية السيدي ياسو هيلي أن مشروع المياه الذي يتم إرساؤه أجريت الدراسة له عام 2018، ويجرى العمل لحفر بئر وتغطيته ومد أنابيب المياه بطول 5 كيلومترات وتركيب مولد الطاقة الشمسية وبناء خزان مياه ونقاط توزيع المياه. وأشاد مدير مديرية لقو عنسبة السيد أبراهام حقوس بعد تفقده المشروع بمبادرة السكان. وذكر السكان معاناتهم من الحصول على مياه الشرب الصالحة، مشيدين بأعضاء قوات الدفاع المشاركين في بناء مشروع المياه. من جانبهم أعرب أعضاء قوات الدفاع عن الارتياح للمساهمة في التنمية إلى جانب الدفاع عن السيادة. قدمت دعوة لإيجاد حلول جذرية لمقاطعة طلاب مائدة التعليم بأسباب غير مجدية في مديرية شامبوكو. وأدت الخطوات المتخذة لتوسيع التعليم في المناطق البعيدة حققت نتائج جيدة، إلا أن الاستفادة ليست متوازنة. وعلاوة على ذلك استفحلت مسألة المقاطعة للتعليم خاصة في المرحلة المتوسطة، حسب ما أفاد به مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ محاري توشومي. وذكر الأستاذ محاري أن أهم الأسباب المؤدية إلى مقاطعة التعليم زواج القاصرات وعدم الاهتمام من قبل الطلاب والآباء وضعف إدارة المدارس والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى العمل الجاد من أجل تصحيح عملية التأخير أثناء بدء العام الدراسي. وذكر مسؤول التعليم في القاش بارك الأستاذ محمد علي إبراهيم البحث عن أعمال جماعية تساهم فيها كافة الجهات الحكومية والمجتمع لتقليل من المشاكل التي تعرقل سير العملية التعليمية، داعيا لمنح اهتمام أكبر لأسباب المقاطعة.
وقال مدير المديرية سيد كحسي أسرات أن توسيع مشاركة الطلاب في مائدة التعليم إلى جانب الفرص المتاحة تتطلب مشاركة كافة الجهات ولا تترك لقطاع التعليم فقط، لذلك يجب على كافة الدوائر الحكومية والمجتمع إبداء تعاونهم. نظمت وزارة التعليم بالتنسيق مع مكتبة رورا الرقمية سيمينارا لمديري المدارس والمشرفين التربويين ولجان الآباء ومدراء المديريات وأعضاء قوات الدفاع وخدمات إصلاحات السجون والتأهيل بخصوص تقوية المنهج التعليمي في 14 من مارس. وقال مسؤول التعليم في الأوسط الأستاذ بلاي هبتقابر ذاكرا مميزات التعليم الرقمي أنهم كانوا يعملون مع مكتبة رورا الرقمية لتقديم التعليم للطلاب بأسلوب المتابعة والسمع. وأوضح أعضاء مكتبة رورا الرقمية في السيمينار أن المكتبة تعمل مولية اهتمام أكبر لتطوير محتوى العملية التعليمية وتغيير أساليب التدريس ومتابعة الطلاب التعليم عبر التكنولوجيا. وذكروا توزيع المكتبة الرقمية في 30 مدرسة على مستوى البلاد كمدرسة طوكر الثانوية وتخلع عقب ودنب سنبل وسحارتي ودك سب وانبهار في الإقليم الأوسط. وأشاروا إلى إعداد حوالي 5000 فيديو لصالح الخدمات التعليمية وسوف يتم توزيعها على المدارس. وذكر المشاركون أهمية المكتبة الرقمية في تطوير العملية التعليمية منادين توزيعها إلى كافة المدارس في وقت وجيز. نظم الاتحاد الوطني للمرأة فرع مديرية كرن دورة تدريبية في النسيج استمرت حوالي السنة. وأوضحت مسؤولة الاتحاد في إقليم عسبة السيدة أمنة حسن في مراسيم التخريج في 9 من مارس أن التدريب جزء من جهود تمكين المرأة. من جانبها أوضحت مسؤولة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في المكتب المركزي للاتحاد الوطني للمرأة السيدة سنايت محاري أن المهن تتطور أكثر بالعمل، منادية المتخرجات لتقديم منتجات منافسة. من ناحية ثانية نظم الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم عسبة سيمينارات بدأها في مدينة كرن حول القضايا التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتستمر في جميع المديريات. شارك في السيمينارات التي استمرت لأكثر من 3 أسابيع العمال والسكان والطلاب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. فوق البحر الأسود. ونددت واشنطن بالحادث ووصفته بالعمل المتهور واستدعى السفير روسيا لديها، إلا أن موسكو نفت الرواية الأمريكية للحادث. وأعلنت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي أن مقاتلة روسية من طراز سوخوي 27 اصطدمت بطائرة أمريكية مسيرة فوق البحر الأسود. واعترف الجيش الروسي بأن 2 من مقاتلاته اعترضتا طائرة مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود، لكنه أكد أنها ما لم تصطدما ولم تتسببا في السقوط خلافا لما أعلنته واشنطن. وتستخدم الولايات المتحدة طائرات مسيرة من طراز ريبر فوق المراقبة في توجيه ضربات، وهي مشغلة منذ فترة طويلة فوق البحر الأسود لمراقبة القوات البحرية الروسية، فيما ازداد التوتر في المنطقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عام. وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. والزيارة هي الأولى للأسد خارج الشرق الأوسط منذ زلزال الشهر الماضي.
وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السوري في مطار فرنكوف الدولي بموسكو وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا. وأضاف البيان أن الأسد سيجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة التي يصطحب فيها وفدا وزاريا كبيرا. وذكر بيان للكرملين بأن بشار وبوتين سيبحثان التعاون في مجالات السياسة والتجارة والإغاثة، بالإضافة إلى آفاق تسوية شاملة للوضع في سوريا ومحيطها. سقط 200 قتيل على الأقل بعد إعصار فريدي الذي يضرب بلدان جنوب أفريقيا وتحديدا في مالاوي وموزمبيق، وهو في طريقه ليكون الأطول في السنوات الماضية وفق خبراء الإرصاد الجوي. وذكر المعهد الوطني لإدارة الكوارث في مالاوي إن عدد القتلى ارتفع من 99 إلى 190 مع إصابة 584 وفقدان 37. ولدى عودته إلى البر الرئيسي في أفريقيا كان الإعصار مصحوبا بأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وفق ما أعلنت السلطات. وأعلنت حالة الكوارث في منطقة بلانير العاصمة الاقتصادية ومركز الكارثة في مالاوي. ويقول السكان أنهم يعتقدون أن عشرات الجثث لا تزال مدفونة في الوحل. ومالاوي الدولة غير الساحلية والتي تعد من بين أفقر دول العالم تدفع الثمن الأكبر حتى الآن. كشفت تايوان عن أول طائرة مسيرة متفجرة من صنعها تشبه طرازا أمريكيا مستخدما في الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط عسكرية تمارسها الصين على الجزيرة. كما يتضمن المشروع تطوير المسيرات المضادة للأشعة. وعرض معهد تشوانغتشين الوطني للعلوم والتكنولوجيا التابع للجيش المسيرة جديدة وهي ذخيرة متنقلة. وأشار المعهد إلى أن هذه الطائرة المصنعة في تايوان والصغيرة بما يكفي لحملها في حقيبة زهر يمكن أن تحلق في الجو لمدة 15 دقيقة. وتوترت العلاقات بين الصين وتايوان، وخصوصا أن بكين تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد أنها ستستعيدها يوما ما بالقوة إذا لزم الأمر. تذكير بأهم العناوين. حاكم إقليم عنسبة يتفقد الأنشطة التنموية في مديرية حلحل. إرساء مشروع مياه في دبري. دعوة لإيجاد حلول لمقاطعة التعليم بأسباب غير مجدية. اصطدام قاتلة سخوي روسية بطائرة مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود. الرئيس السوري يصل إلى موسكو في زيارة رسمية. إعصار يؤدي بحياة أكثر من 200 قتيل على الأقل في بلدان جنوب أفريقيا. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.